الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن صار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، رب سبحانه وتعالى ummadda muxamadiyada wuxuu ku galladaystay waxaa ka mid ah inuu u soo dejiyey axsana kitaab la soo dejiyo kii ugu wanaagsanaa oo qur-aanka ah. qur-aankaasi haddana rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuun dhumaynin. nabi maxamed markii lagu soo dejiyey asxaabtaa ka qaatay, asxaabtana dadkii ka dambeeyo taabiciinta ka qaatay, sidaasaa loo soo kala qaadanayay. qur-aanka marka rabbi subxaanahu wa tacaala inuu xifdinayo waa shay isaga ballan qaaday. ummaddeenna soomaalida luqadda af soomaaliga ku hadasha qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu xifdiyey waxaa ka mida inuu ka soo saaro ayaga ummad xufaad ah oo qur-aanka xifdisan. welibana mujtamacyo badan uu kaga horeeyo dhanka qur-aan xifdiga. maadaama bishii barakaysnida ramadaan ku jirno, maanta insha allah waxaan rabnaa oo inala jooga oo aayado qur-aan inoo akhrin doona sheekh maxamed jamal oo kolley dabcan ugandha la wada garanayo. sheekh maxamed jamal waa dadkii qur-aanka soo xifdiyey soomaalida, welibana nidaamkii taqliidigaha iyo qaabkii taqliidiga soomaalida usoo dhigan jirtay ee qur-aankii looxa lagu soo qoran jiray iyo qadda iyo qalinka loo qaadan jiray dadkii u soo qaatay ayuu ka mid yahay. allana ha barakeeye, muddo dheer buu xaafid yahay. wuxuu ii sheegay 1963 inuu qur-aanka loox intuu u qaatay uu dhammeeyey waqtigaa wixii ka dambeeyeyna oo xaafid ahaa. insha allah sheekhan soo dhawaynaynaa. sheekh allah ha barakeeyo, muddadaa dheer buuna xaafid ahaa. qofkana diinta inta hadduu ku dhex jiro, yacni rabbi subxaanahu wa tacaala waxyaabuu ku manaysta waxaa ka mid a cimrigiisa inuu barakeeyo. sheekhu muddo 57 sano 58 sano iyuu kitaabka ilaahay xifdisan yahay. insha allah sheekha cimrigiisa allah ha barakeeyo. haddana insha allah isagaan soo dhawaynaynaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب